فين الحكمة إن شوية صيع ورؤساء بلطجية منهم يعقوب الحرامي يحبسوا مجموعة من الشجعان منهم يوسف اللي شعره كيرلي وأبيضاني وحلو في حتة أرض ويسومونهم سوء العذاب؟ مش ليه كده؟ شوف يا باشمهندس، عشان نتأمل مع بعض في بعض الحكم الموجودة في الموضوع الحساس ده، محتاج أحكي لك القصة بصورة مختلفة باختصار. لما بقول يا باشمهندس فبتشمل برضو يا باشمهندسة، وأنا بحب الكلمة دي وأبقى أحكي لكم مرة اللي بحبها، وزي ما بتقول كده مثلا يا دكتور سمر. شوف يا باشمهندس، أنا في عرض المشاكل الحساسة واستخلاص الحكم منها ليا أسلوب معين كده مختلف شوية. بحاول أكون في عادل وصادق وأخرج شوية بره الحلبة زي ما بيقولوا، وأتأمل من فوق في الموضوع. طيب دلوقتي تخيل نفسك كده سنة 1917، اتولدت في عمارة من العماير في مكان من الأماكن على وجه الأرض. أنا قصدي الفترة دي تعتبر من 100 سنة، يعني اللي عايش حاليا دلوقتي أغلبهم هم اللي اتولدوا بعد 1917. والحتة دي يعني حاول تركز فيها شوية، يعني توحي بإيه. المهم اتولدت انت وكتير غيرك في العمارة دي، عمارة كبيرة، ولقيت ناس بتخبط جامد على ابواب العمارة وبتقولك ايه؟ اطلع بره. طبعا انت مش فاهم تطلع بره ليه، بغض النظر دلوقتي يعني العمارة دي مثلا مين اللي بناها، مين كان عايش فيها قبل كده. هو انت دلوقتي انت اتولدت لقيت نفسك عايش ومعاك كل الناس عايشة في العمارة دي وما تعرفش مكان تاني ليك، والشخص اللي بيخبط جامد على الابواب ده بيقولك اطلع بره عامل زي السرطان. هو مش بيقول لك مثلا روح المكان الفلاني، مش بيشرح لك، لا هو بيقول لك بره وخلاص، وانت مش فاهم ليه ومش عارف هتروح فين ومش بيديك اي حلول. عامل زي السرطان كده، السرطان ورم يخش الجسم، لا هو مثلا قتلك مره واحده، يعني لا هم مثلا فجروا العماره مره واحده وانتهى الامر خلاص، ولا هو يعني زي الورم، لا هو دخل مثلا مره واحده راح عمل شيء فادى ان انت خلاص مثلا تموت مره واحده، ولا شرح لك هو ايه، يعني ايه الدخول ده وعاوز منه ايه، ولا سابك تهنأ. هو كده يعني ايه، رخم كده، دخل بدأ يدخل في اماكن معينه، واحده واحده يبدأ يعمل لك مشاكل لغايه ما يقضي عليك تماما من غير اي سبب ومع كل الالام والعذاب. يعني دي حاجة بسيطة ايه تبين الموضوع، وهو مشابه جدا يعني او قريب من بعضه جدا فعلا. المهم انت دلوقتي الناس دي بتخبط بتكسر ابواب العمارة دي، فيها سكان كتير، السكان بدأوا ايه يجتمعوا. نعمل ايه؟ طبعا اللي بيخبط ده مجهز نفسه بقى بعدة وعتاد. المهم السكان دول اجتمعوا، وعشان مفيش قيادي محنك غالبا بيحصل اختلاف، وربنا كتب اختلاف على الناس كلها. طيب بدأوا يختلفوا، فريق اللي يقول لك مثلا ايه نجهز، لازم نجهز وندافع وكذا وكذا حتى لو ما عندناش قدرة، وناس تقول لك طب نحاول نتناقش معاهم نشوف الموضوع ايه، نشوف حل من الحلول. وناس من غير ما دول يحسوا ولا دول يحسوا بدأوا يتسربوا واحدة واحدة، يخرجوا لمصلحة ويتواصلوا مع العدو ده لمصلحة. عاوز يشتري اكل مثلا، عاوز مصلحة تانية عاوز يخرج من المكان اصلا وغيره. تمام. طيب دلوقتي لغاية ما مع الاختلاف ده، طبعا الاختلاف من اسباب عدم النصر، وهيجي ده في نقط كتير بعد كده. فطبعا البشوات راحوا ايه كسروا الابواب ودخلوا وبدأوا يستولوا على العمارة دور بعد دور، لغاية ما بقاش الا الدور الاخير. راحوا جايين وراحوا قاعدين في نص الدور الاخير، وفصلوا بين مجموعتين من سكان العمارة. مجموعة شايفة ان احنا نحاول نصلح ونعيش، ودخلوا معاهم في شروط مجحفة وما التزموش بيها، يعني البشوات. والنص التاني القياديين بتوعه، طبعا لازم تفرق عموما في القصة بين السكان وبين القياديين. القياديين قالوا لأ وبدأوا يعملوا خطوط دفاعات في النص التاني،
وفي سكان هنا وفي سكان هنا، واكتر سكان العمارة خلاص لما طلعوا كل الادوار خرجوهم او اضطروهم للخروج. طيب بعد كده بدأ بقى ايه النص اللي هو في المجموعة اللي هي عاملة خطوط دفاعات دي، يحصل بينها وبين الناس اللي قاعدين في النص دول اللي هم البشوات نزاعات وايه ومناوشات وحروب. طيب دلوقتي احنا بقينا في سنة كام؟ احنا بدأنا من سنة 1917، دلوقتي بقينا في سنة 1967. بعد كده اتولدنا بقى انا واللي قريب من اعماري في اواخر الثمانينات وفي اول التسعينات، ونشأنا لقينا الوضع على هذا الحال. بنلاقي قصة شائكة بالطريقة دي اصلا مش عارفين نفهمها، وبنلاقي الوضع اللي انا بقولك عليه ده بتاع الدور الاخير وبتاع العمارة دي، لغاية ما جت سنة 2023 والمجموعة اللي هي في النص اللي هي عاملة خطوط دفاعية دي عملت حركة مناوشة كده كبيرة، وكان ليها فيها وجهة نظر معينة، وبسبب الحركة دي بدأت مجموعة البشوات دول يسمونهم ايه؟ سوء العذاب. يعني بدأوا يسمون النص ده سوء العذاب، سكانا بقى واللي يقدروا عليه من قياديين. لأن البشوات دول ما واضح طبعا من القصة ان هم ما يعرفوش حاجة اسمها رحمة ولا آداب. دي كده القصة باختصار يا باشمهندس، ونعلق او نحلل شوية بعض النقاط فيها، وبعد كده هتأمل معاك في حكمة واحدة عملاقة شوية. النقطة التحليلية الأولى، زي ما قلت لك أنا وأنت اتولدنا وغيرنا واللي اتولد بعد كده لقينا الوضع على ما قلت لك عليه. وطبعا العماير كلها ومع انتشار النت بدأت تسمع بالقضية بكل وضوح وكل معاني، ولكن كل واحد بيحكي بوجهة نظر. كل مجموعة عمارات بيتحكي لها الحكاية من وجهة نظر معينة، لأن كل مجموعة ليها مرجعية، ليها ثقافة، وبتدخل المرجعيات والثقافات في أغلب حياتها دي في أغلب المجموعات. وبرضو حياة الناس بسبب النت بقت روتينية في أغلب العالم. بنصحى الصبح، اللي يروح المدرسة، اللي يروح الجامعة، اللي يروح الشغل، بعد كده اللي يرجع المدرسة أو الكلية يذاكر، اللي يرجع من الشغل يقعد يتفرج على التلفزيون أو على الإنترنت، في اللي بينزل يروح جيم، في اللي بينزل يقعد على قهوة، وبعدين وخلاص، وهكذا، وننام ونصحى تاني يوم. مع انتشار النت أصلا الحياة بقت واحدة، واحنا كناس عاديين مش قياديين في العالم كله ما بقيناش عارفين نفهم القضية ازاي، نحس بايه، نعمل ايه. نقطة تحليلية تانية، وبقى كل اللي عنده ذرة من سكان العمارات كلها بيبكوا وهم بيشوفوا يعقوب الحرامي اللي خلى ماشية هايمة على وجهها وبتقول حد شاف يوسف اللي شعره كيرلي وأبيضاني وحلو، وهي مش عارفة ان هي مش هتشوفه تاني لانه مات. اللي خلى احمد قاعد قدام جسد امه وهي ميتة بعد ما راحت للمساعدات المفخوخة عشان تجيب دقيق، وبيقول حتى لو ساعدونا بكرامة يا ناس. اللي خلى محمد اللي ما كملش 4 سنين قاعد بيرتجف وخايف وبيعيط من شدة صوت الضربات. اللي خلى آلاء والحيطان فوقيها وبيطلعوها وتقول لهم امسكوا الساعة بتاعت بابا الغالية الأول. اللي خلى نجوى اللي ما كملتش 5 سنين وبتقول بتعيط وبتقول بابا استشهد وأنا مش قادر أعيش من غيره الصراحة. اللي خلى كمال اللي عنده 10 سنين بينادي أخوه وبيقول له رد عليا فرس، رد عليا، هو مش هيرد عليه لأنه مات.
اللي خلى وسام ونعيم اللي قعدت 10 سنين تحاول تخلف لغاية ما خلفت توأمين تقول ليه حرموني من كلمة ماما. أنا نازحة والله ما عملتش حاجة. يعقوب الحرامي اللي خلى بنت ما كملتش 10 سنين وهي بتجري ورا أمها متشالة وهي ميتة وتقول لها ياما قولي إنك عايشة. اللي خلى بنت عندها 10 سنين بتجري وبتقول هي أنا عارفاها من شعرها، أنا عارفة إنها استشهدت بس أنا مش قادرة أعيش من غيرها يا رب. اللي خلى ولد عنده 7 سنين لقوه بالليل نايم قدام قبر فبيسألوه فبيقول بدي أنام في حضن أمي وهي مدفونة هنا. اللي خلى ولد مكملش 5 سنين بيعيط وأبوه بيسأله وين أمك فبيقوله ماتت. اللي خلى بنت عندها 7 سنين قاعدة قدام أبوها بتقوله أمانة أمانة قوم يا بابا، بتقوله أمانة قوم يا بابا مفيش لينا غيرك، والله أدفعهم التمن بس قوم. وهو مش سامع لأنه مات. اللي خلى بنت عندها 7 سنين تحت الحيطان وتقول أمانة عليكم خرجوني، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبنت تانية مكملتش 10 سنين تحت الحيطان وبتقول أمانة عليكم خرجوني آخر واحدة. اللي خلى ولد عنده 10 سنين قاعد قدام جسم عمه بيقول أمانة يا عمي ما تروحش، أمانة عليك يا عمي ما تروحش. اللي خلى شاب يقول أمانة عليك يا صاحبي ما تسيبنيش. اللي خلى بنت ماسكة حلة في إيديها وتقول أمانة عليك يا عمو عبيلي، في الآخر ما عرفتش فقعدت على جنب تعيط وتقول يا بابا. نقطة تحليلية تانية، أنا مش هنا عشان أعمل مظلومية، أنا بتكلم عن شجعان أنا اللي محتاج أتكلم عنهم، هما مش محتاجيني. أنا اللي في اختبار ومحنة وكل اللي زي اللي بيسمعوا ومش فاهمين أو مش عارفين يحسوا بإيه أو يعملوا إيه. فمنا اللي مش قادر يسمع مش قادر يسمع أصلا عشان الألم اللي بيحس بيه فبيهرب، ومنا اللي بيسمع وبيعتذر بأعذار واهية، ومنا اللي بيسمع وبيحاول يعمل حاجات بسيطة مش في صلب الموضوع، ومنا اللي بيسمع ويصرخ صرخات تهييج مش مفيدة برضو، ومنا قليل بس اللي بيسمعوا ومش بيهربوا ومش بيخلوا الألم يخليهم ما يسمعوش ومش بيعتذروا أعذار واهية وبيحاولوا يقوموا بالواجب اللي عليهم وبيلتمسوا الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الابتلاء ده. ففي الحقيقة احنا المبتلون مش هم. ولما قلت لك ان كل مجموعة عماير كان ليها ثقافة ومرجعية اللي احنا بنسميها الدين، ما قلتلكش ان مفيش الا دين واحد بس اللي فيه آداب لو حصل قتال محتوم بين الناس، دين واحد بس هو اللي فيه لا يجوز قتل النساء والصبيان، دين واحد بس اللي فيه آداب الأسير. ومهما برر المبرر، هل هيبرر شكل الأسير وهو راجع من عند يعقوب الحرامي لو رجع أصلا؟ بشكل الأسير اللي كان بيخرج من عند نص الدور الأخير وهو ماسك شهادة تقدير وبيسلم على اللي أسروه وفي أحسن صحة. مهما برر المبرر، هل هيبرر بكاء الشابة البريطانية اللي شافت الفيديو بتاع البنت اللي تحت الحيطان وبتقول خرجوني أمانة عليكم خرجوني آخر واحدة؟ كانت تبكي وبتقول هي دي حرب الإرهابيين. دي كده خلاصة القصة يا باشمهندس، وبعض نقاط في تحليلها.
وهتأمل معاك في حكمة عملاقة. ولكن عاوز أقولك إن إحنا لينا مرجعية، أنا وإنت وأغلب اللي بيسمعني لينا مرجعية ولينا ثقافة ولينا خالق خلقنا وعلمنا إن هو هيبتلينا وليه بيبتلينا والحكم من ده، وهي دي الحكمة اللي هنقولها إن شاء الله. ولكن عايز أقولك إن برضو الخالق ده قال لنا أصلا حتى من غير الابتلاء والمشكلة الحساسة اللي احنا فيها ده، قال لنا إن احنا مش مكملين في الدنيا دي، وإن الحياة الحقيقية في الآخرة أصلا. ولذلك قال الله تعالى في سورة الفجر على لسان النادم غير المؤمن: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فأصلا الآخرة هي الحياة الحقيقية، فالناس اللي ماتت دي هم الأحياء الأحرار، وإحنا في الحقيقة الموتى السجناء. الناس دي أرواحهم إن شاء الله بتسبح حول العرش، ولا عاوزها جنبك تحت الأرض. الحكمة العملاقة اللي ممكن نستخلصها من الموضوع الحساس ده، والحكم كتير، وكل نقطة من النقاط اللي احنا طرحناها دي محتاجة يعني صوتية مستقلة، ولكن عشان ما نطولش الحكمة اللي ممكن نقولها في المقام ده، قال الله تعالى في سورة آل عمران: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني الله سبحانه وتعالى دلوقتي هيبدأ تسلية المؤمنين عند الابتلاءات الشديدة، فبيقول لك إن تأمل في السنن اللي قبلك، تأمل في قصص السابقين، هتلاقي نفس قصص السابقين واللي حصل فيه قبل كده هو اللي بيحصل دلوقتي، وإن ربنا بينصر أتباعه وبيهلك أعداءه. فما تزعلش، ربنا بيواسيك: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يعني التأمل في الحكم دي وفي عاقبة اللي ابتلوا وفي عاقبة الأعداء، ده بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني ربنا بيواسيك بيسليك أيها المبتلى في الحروب، ولو حصل لك تقتيل، لو حصل لك آلام، ما تزعلش، أنت الأعلى بإيمانك. ولو مسك قرح فده ربنا كتبه على العباد، وغيرك برضو عدوك مسه قرح، لأن ربنا من حكمته في الدنيا إن هو يداول بين الناس. يعني ممكن غير المؤمن ينتصر لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولأن ربنا خلى الآخرة هي النهاية وهي اللي فيها العاقبة، مش كل حاجة بتنالها في الدنيا دي حكمة ربنا وابتلاءه في خلقه. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني من حكم ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يحب يصطفي من خلقه شهداء، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وروحهم بتسبح حول العرش، فربنا بيحب ده للمؤمن. وعشان يعرف المؤمنين، لأن ربنا في كتير مؤمنين، لو دايما الإيمان هو اللي بينتصر، في ناس كتير هتدعي الإيمان، فربنا بيحب يظهر المؤمن من غير المؤمن. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني ربنا سبحانه وتعالى من حكمته إن الجنة مش ببلاش. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني كتير من المؤمنين بيحب الشهادة وبيتمنى يموت شهيد. طيب ما هو ده الابتلاء اللي هتبقى فيه شهيد، وروحك تسبح بعد العرش، مش هتكون ميتة، وهتكون عند ربك حي ترزق. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى لو رئيسك، حتى لو قائدك، حتى لو حد عزيز عليك مات، فإنك ما بتعبدش الشخص ده، أنت بتعبد ربنا. أنت بتكمل حياتك عشان ربنا، بتكمل بتصبر على الابتلاء عشان ربنا، مش عشان شخص عزيز مات عليك. فدي برضو فيها مواساة وتسلية، وربنا بيعلمك وبيربيك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها. مش عشان أنت
قامت حرب انت مالكش ذنب فيها ومات ليك عزيز او انت مت، فانت كده مثلا مت قبل اجلك مكتوب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فربنا سبحانه وتعالى ختم الآيات باللي ينبغي إن احنا نعمله من الدعاء والثبات والصبر، وربنا سبحانه وتعالى هيدينا ثواب الدنيا وهيدينا ثواب الآخرة لو احنا أردنا ثواب الآخرة. دي تسلية ربنا للشجعان كفى بها تسلية، وأكتفي بالحكمة العملاقة دي، وللحكم بقية إن شاء الله تيجي إذا أذن الله. ولو حابب تشاركني إضافة أو حكمة فده يشرفني، ومش بحب أقول اعمل لايك، بحسها تقيلة رغم إن العالم كله بيقول إنها مهمة. شكرا.